هذا هو الكاطو اللي راح ديروه نهار العيد. عندك مهيبه ضياف هذا الكاطو صح بالطبع. الكاطو هذا قد ما شباب قد ما ساهل وبنين. والكاطو هذا ما يجيكمش كامل يقهم، يجيكم خفيف ويقرمش. خبوه في عينيكم. نحتاجو 250 غرام مارغرين، نص كاس سكر كلاصي، عندي زوج صفار البيض، ونخلطو مليح بالباتور كما تقدروا تستعملوا اليوم. ولا باس تاع هذا الكاطو الكنافه محمصه، شريتها وريحتها، درت نص كاس تعطيكم واحد القرمشه وواحد لوغو. هنا كيف عندي الكراميل من عند غوستو، شحال بني الكراميل تاعهم يعني يعوض لكم لافاني ويزيد يعطيكم واحد الكو بزاف هايل. هنا طميت كما راكم تشوفوا كلش بالفرينه، لاباط راهي لك بزاف سهله. لي مول هنا يبقاو اختياري، كل واحد المول اللي كان عنده يخدم به. شريت هذا المول راهو لك داير حاله، هنا طيبتهم على 150 درجه. ولا باس هاد الوصفه، هاد الحشو شوكولا كراميل كرانشي من عند غوستو. وكي نقولوا غوستو نقولوا رقم واحد. هاد الحشو يجيكم مقرمش وزيد فيه الكو تاع الكراميل بزاف هايل. هنا رميت له شويه تاع الكنافه، والمكسرات يبقاو اختياري. انا درت الجوز اللي كنت تهرسته. هنا خلطت مليح ونروحوا نجيبوا الكاطو تاعنا بعد ما برد. هنا الطبقه الاولى نديروا هذاك الحشو تاعنا اللي يجيكم مقرمش، الطبقه الثانيه نديروا حشو الشوكولا والكراميل. الشوكولا اللي كلاصيت بها بذوق البندق. هنا بعد ما كلاصيتو نروحوا نديروا الكاناج. عندي 200 غرام هنا الشوكولا خليط بين النواغ والاولي، المهم 200 غرام مع 150 غرام كريم ليكيد تكون سخونه، وضفت لهم شويه تاع الزبده. غطيت كلش بالبابي فيلم واحد نص ساعه هكا، ضربت كما راكم تشوفوا بالباطون. التزيين والديكور يبقى اختياري. قناتي على اليوتيوب وصفات الشيف ايمن، ادخلوا تلقاو جميع الوصفات. الى الملتقى ان شاء الله في وصفات جديده، والسلام عليكم.